إخوتي الكرام، أسعد الله أوقاتكم. اليوم رسالتي إلى أحرار لبنان، إلى من قدموا تضحيات كبيرة من أجل السيادة والاستقلال. وأنا أعرف والكل يعرف أننا شركاء في مصيبة السرطان الذي أصابت لبنان وسوريا، والفتك الذي يتعرض له البلدان. أنا لا أريد اليوم أن أدافع عن أهلي السوريين، وأعرف تماما والجميع يعرف أننا أصبحنا ضمن وضع يحمل شرطين أساسيين: العدالة والإنسانية ممنوعة عن السوريين. هناك بعض المناكير حتى تغير شكل الواقع، وهذا كله كذب وتضليل. نحن نطالب الأخوة اللبنانيين الحريصين على لبنان أن يكون صوتهم مختلف عن صوت جوقة الممانعة لصوص لبنان الذين مصوا دم الشعب اللبناني وسرقوا خيراته. وأن لا تتوحد الأصوات بشكل قبيح ضد المظلومين والمهجرين. نحن نطالب أحرار لبنان، إعلام لبنان، أصوات الحرة في لبنان أن يطالبوا أن نرتقي بمعاملتنا كمعاملة الحدود الإسرائيلية، أن تتدخل يونيفيل لضبط الحدود وتسكير الحدود حتى السوريين. دعونا تحت خط الموت وتحت خط التصفية من هذا النظام المجرم، لكن أن تبقى الحدود مباحة للإرهاب وللمخدرات ولكل شيء ويطالبون بطرد السوريين، هذه تمثيلية قبيحة مكشوفة. نطالب أن يتدخل العالم بأن يكون ضبط الحدود من قبل يونيفيل. حين سترون هذه الجوقة كيف ستغضب وترفض ضبط الحدود. احذروا من هذه الألعاب. شغل لبنان واللبنانيين بقصة المهجرين السوريين والمعذبين السوريين هي لعبة خبيثة من خلالها تمر شاحنات الأسلحة والمتفجرات إلى لبنان، لأنها أصبحت قاعدة إيرانية. بالأمس القريب في الكحالة كانت الشاحنة المتدهورة وهي تحمل الأسلحة الحديثة. نتمنى أن يكون هناك صوت يكون حريص على لبنان، ولكن ليس ضمن منهاج طاغية الضاحية أو محور الممانعة. مهما كان حرص اللبنانيين الشرفاء فنحن معهم من أجل لبنان وسيادة لبنان. أما إذا كان يعتبرون السوريين ورقة بين أيديهم لإخفاء جرائمهم وابتزاز العالم، فهذا عار على كل من يسكت على هذا العار. من أجل لبنان، من أجل حريته، من أجل كرامته، من أجل لقمة عيشه، يجب أن يواجهوا ليس السوريين، يجب أن يواجهوا محور الإرهاب، السرطان القاتل. أصبح في سوريا 100 ضحية، كلهم يعملون ضمن منهاج منظم مرتب لتصنيع المخدرات وتصدير المخدرات
ومن أجل ممارسة الممانعات بكل أشكالها. هذه هي البيوت السورية والأراضي السورية محتلة من قبل حزب يدعي اللبنانية وهو لبناني إيراني. كيف تتكلمون عن مأساة اللاجئين وبيوتهم محتلة من قبل هذا الحزب الإرهابي؟ كيف تطالبون خروج السوريين وبيوتهم محتلة من حزب قيم العالم كله أنه إرهابي، أنه يصدر المخدرات لكل العالم؟ لا نريد الشفقة من أحد ولا نريد أعطانا أي ميزة. نحن نطالب بكل قوة بكل تأكيد اضبطوا الحدود، طالبوا بضبط الحدود دوليا. ليس من المعقول أن يكون تنظيم الإرهاب هو المسؤول عن الحدود ونظام القتل هو مسؤول عن الحدود. يجب أن نعامل معاملة إسرائيل وأن يأتي يونيفيل لضبط الحدود. أتمنى أن يكون هناك انتباه لهذا الخطأ الذي بدأ يكبر في الفترة الأخيرة، وأتألم حين أرى أشخاص ورجال مشهود لهم بالوطنية بدأوا يتكلمون بنفس الأسلوب الذي يتكلم به لصوص الممانعة، جوقة الممانعة. نتمنى أن تصل صرختنا، ونتمنى من الله الفرج عن السوريين وعن اللبنانيين، لأن المصير الأسود جاء آت لا مسار لا بديل عنه من هذا المحور الخبيث. نتمنى أن تصل هذه الصرخة وأن لا نسمع أصوات أصحاب السيادة يتكلمون عن السوريين بشكل يخدم من قتلهم ومن شردهم. كل الشكر. عاشت سوريا وعاش لبنان حرا. وأتمنى توزيع هذه الكلمة لكي ينتبه الجميع من هذا الخطأ، وننتبه إلى شاحنات الأسلحة التي تمر أثناء هذا البرنامج الخبيث لشغل الرأي العام. وشكرا. محمد مأمون الحمصي.